هاد الاجواء الصيفيه خاصها شي عصير ديال الحامض بحال هذا، كيجي مختلف بزاف على الطرق الاخرين اللي شاركت معاكم. دوزوا معايا نشارك معاكم مكونات وطريقه التحضير وجربوه وردوا عليا الخبر. راكم عارفين دابا الحامض موجود في الاسواق. غادي نحتاج الحامض، غادي نغسلوه مزيان ونحيد له ديك القشره ديالو الصفراء. حاولوا بما امكن انكم ما تلحقوش نهائيا ديك القشره اللي كتكون بيضاء التحتانيه، حيت كتجي مره بزاف في العصير وما غيجيش ناجح معاكم نهائيا. صافي غادي نحيد القشره الحامض ديالي. من بعد ما غنكملوا كامل غادي نقطعوا هكا يعني دي طرونش، ونحاول بما امكن نقلب شويه بشويه على العظومه، لا سواء العظومه اللي كيكونوا غلاض او الرقاق. صافي غادي نحيدهم وغادي نقطع هنايا جوج تفاحات، نحيد لهم القشره ديالهم ونقطعهم وندير المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي. وغادي نزيد الماء. حاولوا بما امكن ما تكثروش الماء بزاف باش يجيكم العصير خاسر. اصلا واخا ما يبانش لكم خاسر في الاول، راه ملي كيبقى في الثلاجه يعني كديروه يبرد كيختار بوحدو. غادي نزيد السر ديال هذا العصير اللي كيعطي واحد المذاق واعر. اللي ذاقوا عندكم يسولكم هو دانون ديال الفاني، ديروه ردوا عليا الخبر، كيجي واعر خطير، واحد المذاق ما نقولش لكم، غير جربوه وانتوما غتحكموا. صافي غادي نصفي العصير ديالي كامل، غندير الطحنه الثانيه ونصفي. حليو بالسكر ولا باش ما بغيتو، وبالصحه والراحه. وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ولا كومونتير ديالكم، ودخلوا